عملت لكم النهاردة حلا بارد لذيذ جدا ومناسب لحر الصيف بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. يعني مش هتحتاجي وقت كبير في تحضيرها، كمان مش هتحتاجي تنزلي تشتري مكوناتها لانها متوفرة زي ما قلت لكم في كل بيت. حلا بارد سهل جدا للمبتدئين اللي اول مرة يعملوا حلويات بدون بيض بدون فرن. عملت لكم كيكة الجيلي بالكاسترد، كيكة لذيذة جدا وبسيطة جدا وطبقات وطعمها خفيف والسكر بتاعها مناسب جدا معتدل للناس اللي مش بتحب السكر الشديد. بس قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة، اللي ما يعرفنيش انا الدكتورة سمسمة، ودي قناتي قناة صحة وجمال وطبخ، واللي بقدم لكم فيها سلسلة حلقات متتالية عن الصحة ووصفات للجمال والطبخ للمبتدئين. يلا بينا نبدأ حلقتنا بسرعة ببسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. كمان عاوزة دعوة حلوة من القلب لوالدي العزيز بالشفاء العاجل. يلا بينا نبدأ بسرعة. المكونات عبارة عن 5 كوبايات من اللبن الحليب، كوب إلا ربع من السكر، ممكن تزودي حسب الرغبة، 120 جرام من الكاسترد، باكت من الجيلي، 2 باكو من البسكويت، اي نوع فاكهة بتفضليه بس ما يكونش بيمنع تجمد الجيلي. في جزء هنا في الفيديو ما اتصورش لكن جزء بسيط جدا ما فيهوش حاجة، وهو انك بتدوبي الكاسترد مع اللبن مع السكر على البارد وبعدين ترفعيه على النار لحد ما ياخد القوام اللي قدامك ده. وبفرد طبقتين من البسكويت في قاع صينية بايركس او تيفال حسب المتاح، وبعد كده بنزل بالكاسترد على البسكويت وبسيبه يبرد شوية، وبعدين ابتدي اجهز الطبقة التانية او الطبقة التالتة اللي هي طبقة الجيلي. بفرغ الاول، بحط كوب من الماء المغلي وبفرغ محتويات باكت الجيلي فيه وابتدي ادوب، وبعدين انزل بكوباية مية باردة وابتدي اميكس الخليط ده كويس. بعد كده برجع تاني اجيب صينية البايركس اللي فيها طبقة البسكويت مع الكاسترد، وابتدي اقطع ترانشات من اي فاكهه انت بتفضليها، بس زي ما قلتلك ما تكونش بتمنع تجمد الجيلي. يعني ممكن تحطي فراوله، ممكن تحطي موز او توت، بس اهم حاجه ما تكونش من اللي بتمنع تجمد الجيلي. وبنزل بطبقه الجيلي ولكن بتكنيك معين، وهو انك بتنزلي بطبقه الجيلي بالمعلقه كده على الفاكهه نفسها، على الموز زي ما انتوا شايفين، لانه انا لو نزلت بيها مره واحده على طبقه الكاسترد هتبتدي تعمل فتحه في طبقه الكاسترد وتطلع فتافيت فوق كده، هيبقى الشكل وحش والطبقه هتبوظ منك. وابتدي انزل بطبقه الجيلي كلها. طبعا انتوا شايفين هنا في انه الفاكهه ابتدت تعوم، فده مفيش مشكله، هي ترجع تجمد تاني. بس انت لو عايزه تتلافي الخطوه دي او حته ان هي ما تعومش كده، بتبتدي تثبتيها وتغرزيها كويس في طبقه الكاسترد، بس ما فيهاش مشكله، بمجرد ما هتجمد هترجع تاني تاخد مكانها. وابتدي اسيبها في التلاجة لمده 3 ساعات. وهي دي كانت النتيجة. طبعا الولاد ما استنوش انه انا يعني اقطعها معاكم، ابتدوا ياكلوا منها، ولكن طلع في منتهى الجمال، لذيذة جدا وخفيفة جدا، سكرها معتدل لأقصى درجة، بتناسب الناس اللي مش بتفضل الحلويات المسكرة قوي. شايفين الطبقات يعني عامل شكل حلو جدا، يعني ممكن انتي تستخدميها في انك تقدميها لضيوفك. طبقة البسكويت مع الكاسترد مع الجيلي، شكل الطبقات نفسها رائع، الطعم جميل جدا. فاكهة زي ما قلت لكم خفيفة جدا جدا ومناسبة لحر الصيف، لان هي بتتقدم باردة مع الفاكهة كمان. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ودي كانت حلقتنا النهاردة، خلصت حلقتي. ليكم مني أرق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.